سوزي الأردنية اتحكم عليها ب2 حبس من محكمة الطفل وكمان 300,000 جنيه غرامة. ليه؟ علشان الفيديو اللي طلعت بيه من حوالي سنة ونص لما كانت لايف وكانت بتتكلم مع أبوها وبتشتكي إن هو بياخد الفلوس اللي بتجيلها من المتابعين، وقالت له ساعتها الشارع اللي وراه: هو انت هتاخد فلوسي وتديها لاختك ولاهلك كمان؟ وعاقبتها بسحبة اسكندراني الصوت بتاع الحمار. ومن ساعتها وبقت نجمة التيك توك، وحتى ابوها نفسه ويقول: يا جماعة انتوا بتقولوا ايه؟ ده كلام عادي احنا متعودين نقوله في البيت. ما هو طبعا انا هو انت هو اكيد خايف على القرشين. وارجع اقول لكم انا صعبان عليا هذه الفتاه ان قال لك اللي يلاقي الدلع وما يتدلعش يبقى حرام عليه. مش مي كساب طلعت في مسلسل عتاوله وجابت سيرتها وقالت الافيه بتاع الشارع اللي وراه، وكميه الكوميكس اللي طلعت على السوشيال ميديا على هذا الافيه اللعين، والشباب نفسهم بقوا يهزروا بيه في الشارع وانترفيوهات، وفجاه لقت نفسها في حته تانيه. كان مفروض انها ترجع ازاي؟ هل ليها رادع؟ اولا من جوه البيت الرادع ما كانش موجود، لان الاب واضح ان هو لغايه دلوقتي بيدافع على قله الادب اللي حصلت منها. ومن ناحيه المجتمع الهبل اللي قالته خلاص بقى ايقونه للكوميديا بيتحط في اي حته وفي اي مكان، وحست ان اللي بتقوله دوه جايب مع الناس. لكن الاجيال الصغيره اللي غصب عنهم يشوفوها خلاص البنت دي ناجحه، البنت دي وصلت، عايزينهم ساعتها بقى يعملوا ايه؟ يفكروا في التعليم، في الجد، في حفظ القرآن. ما هو البيت عليه عامل، واللي طالعين من اصل كريم هيفضلوا ماشيين على الصراط المستقيم. بس ارجع اقول لكم كل 10 ولاد هيقع كل شويه منهم 1 ولا 2. كل حبه بنات هيبتدوا دماغهم والشيطان يزغزغ فيها ويقول لهم: الله، ما اللي سي سوزي اهي طلعت وبقت نجمه. يا مجتمع يا جميل، يا اهل بلدي يا طيبين، ارجوكم خلي بالكم من ولادكم، اتكلموا معاهم بالحسنى، صاحبوهم، خووهم، ابتدوا فهموهم الصح من العيب ايه. الحرب على ولادكم كتير، مش ممكن نسيبهم من ندهة السوشيال ميديا والتيك توك والاعلام اللي جاي غفله على اي شيء يتقال فيه عبيط. سوزي لو غلطانه قرات، المجتمع غلطان 20 قول 100,000 قرات. المجتمع هو اللي بيصنع من العبط نجوم، وهو اللي بيخلي ولادنا يبقوا قاعدين في وسط الدوامة مش عارفين الصح من الغلط. ولما نلاقي اللي زي سوزي وغيرها ما نقعدش نشجعهم بان احنا نتفرج على فيديوهاتهم، ولا ان احنا ناخدها بتهريج ونقول اصل دمهم خفيف. مش كده ولا ايه؟ الاصول اصول والصح صح، والتهريج مش معناه ان احنا نبوظ كل القيم والمبادئ اللي احنا تربينا عليها. سلام عليكم، تتمسوا بالعافية.